على غير المعتاد وفي ظاهرة تحدث نادرا، تطبيق فانتزي الدوري المصري ما بيعلقش وبيحسب النقط بعد الجولة على طول، وكمان بيتيح لك تعمل تغييرات للجولة الجاية. تشكيلة الجولة التاسعة جابتلي 65 نقطة. عامر في حراسة المرمى ب6 نقط بالكلين شيت. أحمد كالوشة من إنبي ببونص 3 نقط عشان يحقق 9 نقط. محمد الشيبي اللي عمل معايا أحلى واجب، هدفين وكلين شيت ونقط بونص وكل حاجة، وحقق 21 نقطة. محمود بنتايج اللي استقبل هدفين وتسبب في ضربة جزاء ب0 نقط. أما عن خط الوسط فحدث ولا حرج، 3 أصفار لأسباب مختلفة. شيكو بنزا ودغموم اللي استبعدوا من القايمة أصلا. عمرو السولية اللي أهدر ركلة جزاء. محمود دياسطي ب4 نقط وتريزيجيه ب8 نقط. خط الهجوم فيستون مايلي اللي راحت له شرط الكابتنة مكان دغموم جاب لي 10 نقط. وصلاح محسن ب6 نقط. وينزل أحمد عاطف من على الدكة بنقطة واحدة عشان يكمل ال65 نقطة. وبالتالي يبقى ترتيبي على الجولة التاسعة والتلاتين. أما عن الترتيب العام 74 ب402 نقطة وبفارق 83 نقطة عن الأول. ولما نيجي نبص على أكتر لعيبة حققت نقط الجولة دي عشان نشوف ايه الانتقالات اللي ممكن نعملها، هتفهم ليه جريت جبت حسين الشحات اللي شكله راجع بفورمة نارية عشان يدخل في فريقي مكان شيكو بنزا اللي بيلعب ماتش وعشرين لأ. عشان تبقى تشكيلة الجولة العاشرة كالآتي: محمد بسام هيدخل في التشكيل الأساسي في حراسة المرمى، لأن ماتشه قدام حرس الحدود هيبقى أسهل أكيد من ماتش عامر قدام الزمالك. خط الدفاع كالوش هيستمر في التشكيل الأساسي، لاعب مهم جدا وبيلم نقط كتير. محمود بنتايج من الزمالك ويحيى زكريا من غزل المحلة، كل واحد منهم ممكن يطلع بكلين شيت أو مساهمات هجومية. خط الوسط هو مع تغيير واحد فقط، حسين الشحات مكان شيكو بنزا، ويدخل أحمد عاطف في خط الهجوم مكان مايلي لأن بيراميدز ملهمش ماتش الجولة دي. ولو بتسأل عن التشيبس أو الخواص في التطبيق، فهتلاقي تريبل كابتن، واللي بتتيح لك تاخد نقط الكابتن مضروبة في 3 بدل 2، ومتاح لك تستخدمها مرة واحدة في الموسم. بنش بوست أو نقط الدكة، ومتاح لك تستخدمها مرة واحدة برضه في الموسم. أما الوايلد كارد أو الانتقالات المجانية اللي بتتيح لك تعمل أي عدد من التغييرات من غير ما يتخصم منك نقط، ومتاح لك تستخدمها 4 مرات في الموسم. بس كده، قولي رأيك في التشكيل وترشيحاتك للعيبة أجيبها في الجولات الجاية.